السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى ايه الفيديو بتاع النهاردة؟ كلكم طلبتوه مني وانا بعمل الحاجات بتاعة الروتين. بس حابين كده قبل ما نبدأ متنسوش الاشتراك في القناة، عمل لايك للفيديو والكومنت الجميل بتاعكم، بجد ان تعليقكم بتفرحني. النهاردة بقى ايه طريقة عمل الكلور الخام في البيت. طبعا احنا عارفين ان كل حاجة عمالة تغلى كده حوالينا، وبالاخص كمان الحاجات بقى ايه بتاعت الصابون والكلور والديتول والكلام ده كلها بتغلى، وفي ناس بتباعها كمان مضروبة. ما بيكونش الكلور الخام اللي هو الحامي، بيكون كلور مضروب زيه زي المية، ملوش اي لازمة خالص. فالنهاردة بقى ايه بعمل لكم كده الكلور الخام. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين، جبت الطاس ودوبته في مية ساقعة، وفضلت اللي انا ايه اقلب فيه جدا. طبعا انا عملت الفيديو بس للاسف نصه اتمسح، ما كانش عندي مساحة فاتمسح كله نصه، فده بس اللي فضل معايا فيه. انا اسفة جدا، وان شاء الله لما اجي اعمله تاني هعمل لكم فيديو تاني بقى ايه بالكامل. بس انا هقول لكم باقي الوصف ايه كده ايه كامل. هتدوبي البطاطس، هتفضلي بقى تدوبي فيه كده. هتحطي عليه 4 كوبايات او 5 كوبايات ميه زي ما انت عايزه. وبعد كده ايه هتجيبي الجردل، اي جردل فاضي عندك، وهتحطي فيه كده البطاطس اللي انت دوبتيه. وبعدين هتجيبي بقى ايه كلور خام، هتحطي بقى نص لتر او لتر كلور خام على البطاطس ده في جردل. بس خلي بالك من البطاطس من الهبو بتاعه يا جماعه، لازم تكوني لابسه كمامه، يعني ما تقربيش جامد لان هو بيطلع هبو علشان النفس والكلام ده كله. المهم ايه هتجيبي حوالي، انا جبت حوالي لتر كلور في الجردل كده، وحطيت البطاطس، وبعد كده حطيت حوالي 3-4 لتر ميه. تمام. وفضلت بقى ايه اقلب جامد جامد جامد. وبعد كده جبت اللون، جبت اي لون عندي، انت ممكن تشتري اي لون من اي حته. انا كان عندي اللون اللي هو الاصفر ده بتاع الصابون، هو فضل معايا يعني مكمل حوالي نصه كده ولا حاجه. وبعدين حطيت اللون بتاع الصابون، وفضلت برضو ايه اقلب جامد. طبعا البطاطس انت بتشتريه من عند اي حد بتاع صابون برضو، مفيش اي مشكله. تفضلي بقى ايه اللي انت تقلبي. طبعا انا كل ده كنت عاملاه في الفيديو، بس زي ما قلت لكم للاسف نصه اتمسح، فانا ايه بشرح لكم كده ايه بالظبط. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى ايه عملت حوالي 4 لتر 5 لتر كمان من الكلور. وبصراحة جربته ونفع معايا جدا، فاتمنى ان انتوا كمان تجربوه.